اليوم طالع أنا حقق الوعد اللي عاهدته لنفسي أمام الله وأمام البنت. إن شاء الله كل شيء راح يتم بالحلال. للأسف كان لازم امبارح يصير كل شيء بتاريخ 21/9، اللي كلكم بتعرفوا انه هذا التاريخ مميز بالنسبة إلي ولإيناس، بس للأسف مرض إيناس كتير كان شديد عليها، فاضطرينا نأجل امبارح واليوم. فإن شاء الله بكرة رح يتم كل شيء. هذا الفيديو بالنسبة للأشخاص اللي كتير عم تسأل وينكم مختفيين، ليش ما خبرتونا شو رح تعملوا. بإذن الله كل شيء رح يتم بالحلال، وإن شاء الله بكرة رح تشوفوا كل شيء. أنا عندي هلأ سفر 9 ساعات، أنا والشباب هلأ ناطرون رح يجوا، رح نطلع. إيناس هي موجودة حاليا بالمكان اللي نحن رايحين عليه، عم تحضر نفسها مع أقربائها ومع عائلتها. إن شاء الله تعالى السفرة 9 ساعات بس، مو بفرنسا، منطقة جديدة راح تعرفوها بس نوصل. فلهيك هذا الفيديو بس مشان رد عليكم، ومشان ما تضلوا تسألوني وما تضلوا تقولوا لي وين رايح وين جاي. انتظروا إن شاء الله، راح نصور لكم كل شيء هلا على الطريق بس نوصل، بالسنابات، بكل شيء انتم حابين تشوفوه، لانكم ناطرين هالفرحه من زمان. وبالنسبه للتحضيرات اللي كنت انا محضره من البدايه، عاملها كلها فيديو يوتيوب، راح تشوفوه من البدايه شلون بلشنا انا وإيناس للنهايه.